بيبدأ الفيلم في نيوستاد في ألمانيا الغربية من سنة 1958 عن قصة ولد عنده 15 سنة اسمه مايكل، واللي بيقع في حب واحدة أكبر منه ب27 سنة، وهو راجع من المدرسة تعبان ومن كتر التعب بيدخل مبنى علشان يرجع، وفي نفس الوقت بتدخل عليه واحدة ساكنة في نفس المبنى وهي ست عايشة لوحدها اسمها هانشيميز، فبتساعده على قد ما بتقدر وبتحاول انها توصله للبيت اللي بيكون ساكن فيه مايكل. لكن مايكل في نص الطريق بيقول لها أنا هكمل لوحدي الطريق وشكرا للمساعدة، فبتقوله خد بالك من نفسك. ووصل مايكل لبيته وبيلاقي عيلته وبيجيبوا له الدكتور، وبعد ما بيشوفوا الدكتور بيقولوا انه عنده حمى قرمزية ولازم يفضل في عزلة في البيت لمدة كام شهر. وبالفعل بعد 3 شهور حالته بتتحسن، واعترف لأمه انه لما كان تعبان كان في ست ساعدته، وبعدها راح للست دي البيت ومعاه وردة علشان يشكرها، وقال لها انا كنت عاوز اجيلك من فترة بس للأسف كنت تعبان المدة دي، وشكرها ومشي. وطلبت منه انه ينتظرها بره لحد ما تغير هدومها وتخرج معاه بره، ففضل يراقبها وهي عماله تغير هدومها، بس هي لما شافته ساعتها اتكسف من نفسه ومشي بسرعه للمدرسه. وتاني يوم كان راكب القطر وبالفعل راح لمكان سكنها تاني، وطلبت منه انه يساعدها ويشيل شوالين من الفحم الاسود، وهدومه ساعتها اتوسخت من الفحم ده، فقالت له انت لازم تاخد شاور واقلع هدومك يلا. وقالت له ما تتكسفش مش هبص عليك، بس هي غفلته وبصت عليه، ولما خلص الدش جابت ليه فوطه وهوب هي كمان بقت من غير هدوم، فقال لها انت جميله قوي قوي، وعملوا العسل بالقشطه مع بعضيهم. ولما رجع البيت كانت امه قلقانه عليه جدا، وقتها قال لهم انه هيرجع بكره للمدرسه تاني. ولما رجع المدرسه راح يعيش مع الست دي، وكان بيعمل معاها كل يوم واحد عسل بالقشطه، وبدأوا يتعرفوا على بعض اكتر، وكان دايما بيقرا لها الكتب لان هي كانت دايما بتتشرط عليه القراءة الاول قبل العسل بالقشطة. وزي ما انتم عارفين طبعا ان العلم اهم برضو من العسل بالقشطة. وفضل عندها حوالي سنة تقريبا، وبقت العلاقة ما بينهم قوية جدا. لكن في يوم من الايام بيجيلها ترقية لشغلها، فخبت على مايكل اللي بيروح لها في يوم من الايام ومش بيلاقيها، لانها بتكون راحت للمدينة التانية علشان شغلها، واللي بيكون عبارة عن انها حارسة في سجن نسائي. فبيرجع مايكل لاهله ويكمل حياته عادي جدا، وبيكمل دراسته، وبيقرر ان هو يدخل الجامعة ويدرس فيها المحاماة، وبيتعرف على بنت زميلته في الكلية. لكنه برضو ما كانش ناسي حبيبته القديمة، وكان طلاب الكلية بيروحوا يحضروا محاكمات حقيقية في المحكمة، وده علشان يكتسبوا الخبرة ويتدربوا. وفي احدى الجلسات بيتفاجئ مايكل ان الجلسة اللي بيحضرها عن شميتس حبيبته الاولانية ومعاها مجموعة من زمايلها الحراس بسبب جريمة حصلت في السجن. وكان باين على مايكل الانزعاج والاضطراب من اللي بيشوفه، وبيحضر مايكل كل جلساتها، وبيبان من اسئلة القاضي والتحقيقات ان ال5 ستات من زمايلها الحراس اتفقوا عليها علشان هي اللي تشيل التهمة لوحدها، وان هي اللي كتبت التقرير بانهم ما يعرفوش اي حاجة عن الحريق اللي حصل غير لما خلص. لكن هي اصلا في الحقيقة مش بتعرف تقرا ولا حتى تكتب. فسألها القاضي انتي اللي كتبتي التقرير ده؟ فقالت له لا، لكن زمايلها قالوا ان هي اللي كتبتها. فطلب القاضي عينة من خط ايديها، لكن اعترفت ان هي اللي كتبتها، وده علشان محدش يعرف عنها ان هي ما بتعرفش لا تقرا ولا تكتب. وهنا بيكون مايكل سامحها وبيكون في ايده انه يتدخل وينقذ حبيبته، لكن هو بيكون خايف جدا من انه يتفضح ويعرفوا انه كان على علاقة معاها. وكمان راح اتكلم مع استاذه وقال ان هو عنده معلومات ممكن تغير مسار القضية كلها. فالاستاذ بيقول له انه يجب عليك انك لو عندك اي معلومات فعلا انك تقولها وتنفذها، بس خوف مايكل بيمنعه من انه يعمل كده. والعلاقة اللي كانت ما بينهم تتكشف، وتمت المحاكمة خلاص، واتحكم عليها بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة. وكمل مايكل حياته واتجوز وبقى عنده بنت، بس جوازه ما استمرش كتير وطلق مراته لما كانت هانشيميز في السجن. وبعد ما عدى حوالي اكتر من 10 سنين بعت لها مايكل شرايط مسجلة بصوته وفيها قصص الكتب اللي كان بيقراها لها لما كان صغير. والوقت ده قررت هانشيميز انها تتعلم الكتابة والقراءة في السجن، وبالفعل اتعلمت القراءة والكتابة. وبعد ما خلصت مدتها في السجن بيعرف مايكل انها خلصت على نفسها وهي في السجن، وقرر لأول مرة انه يخرج عن صمته في حياته وانه يصارح بنته بالموضوع. وراح لبنته وصارحها بكل الحكاية. هو بيخلص فيلمنا لحد هنا، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وكمان الشير عشان يوصل لأكبر عدد، وانتظروني في أحدث الأفلام المثيرة والجميلة.